السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جديدة. هنعمل مع بعض محشي الكرنب والكوسة والفلفل، وهنعمل مع بعض تسبيكة المحشي، وهنسلق الكرنب. وتعالوا نشوف طريقتنا. معانا هنا الحلة بتاعتنا على البوتاجاز. هننزل بمعلقتين سمنة كبار أو معلقتين ليا ومعلقتين زيت كبار، ومعانا بصل مفروم ورشة ملح ورشة فلفل. هنشوح البصلة بتاعتنا شوية لحد ما تدبل معانا. هنا قرن فلفل حار، هنشوحه شوية مع البصلة. بعد كده هنكون مجهزين مكعبين مرقة ومكعب هريسة، هنشوحهم مع البصلة. ومعانا معلقتين صلصة طماطم، هنشوحهم مع البصلة. هنشوح لحد ما تطلع معانا ريحة الصلصة، ونلاقي كل المكونات اتمزجت مع بعض زي ما احنا شايفين كده. نكون مجهزين عصير طماطم، اهم حاجة الطماطم نكون مصفيينها. وانا هنا معايا كيس صلصة طماطم، دي صلصة مفرزاها وفيها بنجر، فهتدي معانا تقل حلو للتسبيكة بتاعتنا ولون حلو. هنسيبها بقى تغلي وتتسبك. معايا هنا خضرة غسلها طبعا وهنقطعها، حزمة شبت وبقدونس وكزبرة هنقطعهم وهننزل بيهم في التسبيكة بتاعتنا بالشكل ده. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا. معانا معلقتين ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ومعلقة سكر. هنسيب بقى التسبيكة بتاعتنا تتسبك لحد ما تبقى ناشفة تماما زي ما احنا شايفين. ده المظبوط بتاع التسبيكة بتاعتنا. اهم حاجة نسيبها تتسبك تماما وما يبقاش فيها اي سوائل زي ما احنا شايفينها كده. تعالوا بقى مع بعض نسلق الكرنب. معنا هنا الكرنبايه بتاعتنا، هنفرغها من النص ونشيل الراس بتاعتها. معانا هنا مجهزين ميه مغليه، ننزل بمعلقه كمون وهنسلق الكرنبايه بتاعتنا بالشكل ده. الاول هنحط الكرنبايه على وشها وهنسيبها لمده دقيقتين، وهنقلبها على الوش التاني ونسيبها برضو على الوش التاني دقيقتين. كده تمام معانا الكرنبايه بتاعتنا اتسلقت. هنبدأ بقى نطلع الورق زي ما احنا شايفين. دي اسهل طريقة نسلق بيها الكرنب، وهتطلع معانا الورقة بورقتها وزي ما احنا شايفين بكل سهولة. كده طلعت الكرنبايه بتاعتي نصها في مصفى زي ما احنا شايفين نزل ميتها. تعالوا بقى نقطع الكرنب بتاعنا ونظبط الورق. عندنا طريقتين. اهم حاجة هنشيل القطعة التخينة في ورقة الكرنب وهنبرم الورقة ونقطعها بالشكل ده، وهنظبط الورق زي ما احنا شايفين. اهم حاجة ان احنا نظبط ورق الكرنب، ده بيسهل علينا اللف كتير جدا. هتيجي لما تلفي الكرنب هيبقى سهل معاكي جدا ومش هياخد منك وقت، وهتطلعي ورق شكله حلو. تعالوا نعمل طريقة تانية. هنمص الورق بتاعنا بالشكل ده، نص ورقتين 3 على بعض. اهم حاجة يكونوا قد بعض. هنشيل القطعة دي
وهنقطع بالشكل ده، وكده بقى الورق جاهز معانا. هنرصه على بعضه وبس. دي طريقة تانية برضو تشوفي اللي اسهل لك والاحسن ليكي. تعالوا نعمل مع بعض بقى خلطة المحشي. معايا هنا بصلاية متقطعة قطع صغيرة، اهم حاجة انا عايزة قطع البصل باينة، فهنقطعها على ايدينا قطع صغيرة. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. معايا هنا ملح، فلفل اسود، معلقتين كبار بهارات محشي، ونص معلقة قرفة، ونص معلقة جنزبيل. هندعك البصلاية كويس جدا بالتوابل. بعد كده هننزل بالخضرة، هنكون غسلينها ومقطعينها، وبالرز بعد ما غسلناه وصفيناه طبعا. معانا هنا التسبيكة بتاعتنا بعد ما بقت ناشفة تمام. هنا بحب اخد معلقتين كبشتين كده من وش التسبيكة، وهي فيها السمنة كده واللية والزيت، خدهم اشيلهم للتسوية. هوريكم بنسوي المحشي ازاي. هنشيلهم في علبة دلوقتي لحد ما نلف المحشي بتاعنا. هنقلب المحشي بتاعنا كويس بقى، قلبنا خلطة المحشي مع رز. تعالوا بقى هنلف المحشي بتاعنا. انا هنا حطيت في الحلة ورق كرنب اللي هو الاخضر، اللي هو بيبقى اخضر قوي ما بنعرفش نلفه، وحطيت بصل وجزر ورشة ملح وفلفل اسود، بيدوا نكهة حلوة للمحشي. هنلف معانا ورق الكرنب بالشكل ده زي ما احنا شايفين، سهل جدا مفيش اسهل من كده. اهم حاجة تكون ورق الكرنب متظبط كويس، هتلاقي بتلف معاكي بكل سهولة. شايفين خلطة المحشي ما فيهاش اي سوائل ولا فيها ولا اي حاجة ناشفة تماما، عشان الورق ما يفكش مننا. زي ما احنا شايفين رصيت الحلة بالشكل ده. هكمل بقى انا باقي اللف عشان ما اطولش عليكم. زي ما احنا شايفين دي الحلة بتاعتنا بقت جاهزة. معانا هنا بقى كوسة وفلفل متقورين وغسلناهم طبعا وصفيناهم، هنحشيهم. تعالوا بقى نشوف بنسوي المحشي بتاعنا ازاي. معانا هنا مية مغلية، دول كبشتين التسبيكة اللي خدناهم من التسبيكة بتاعتنا، وعليهم ملح وفلفل ومكعب مرقة، وتغلي كويس جدا الشوربة اللي هنسقي بيها. اهم حاجة واحنا بنسقي الكرنب للتسوية نهز الحلة كده عشان نتأكد ان الشوربة بتاعتنا نزلت للكرنب كله، وان الكرنب اللي تحت وصله شوربة عشان يستوي كويس معانا. وهنسقي الكوسة لحد نصها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنغطي الكرنب بتاعنا بطبق وهنسيبه يستوي معانا. الكرنب بتاعنا بعد ما غلي غلوتين وخلاص هيتشرب المية بتاعته، ننزل على الوش بمعلقة سمنة بتدي لمعة جميلة وطعم حلو للكرنب. بعد كده هنهدي عليه النار، هنعمله معاملة الرز. اول ما يتشرب المية نهدي عليه النار ونسيبه يستوي معانا. والكوسة نفس الحكاية. الكرنب استوى بسم الله ما شاء الله، شكله تحفة، هيعجبكم جدا. جربوا طريقتي، جربوا التكات اللي احنا عملناها، بجد هيعجبكم جدا. ولو اول ما تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وقولوا لي رايكم في المحشي وفي طريقتنا. اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.